أبوها للمقبرة، من بيت زوجها للمقبرة. هذا كان ضيق الخناق على المرأة، يعني هذا فتوى كانت أعطاها داعش بموصل. كذلك تشكيل دولة وفق سياقات عنصرية قومية بحتة. ختاما نقول إن التغييرات الجوهرية التي طالب بها أغلب العالم وتسمحوا لي أن أتطرق إلى ورقة مفهوم الحرب والسلام بشكل مركز على قضايا القانون الدولي. طبعا بالتأكيد احنا نعرف أنه الحرب كتعريف عام هي امتداد للسياسة، وهذا المصطلح بدأ عندما أصدر العسكري الروسي كارل فون كلاوزوفيتش كتابة عن الحرب بتعريفه انها عمليات مستمرة من العلاقات السياسية ولكنها تقوم على وسائل مختلفة. ايضا وصف الحرب بانها حرباء حقيقية، اي تغير اشكالها بشكل مستمر وتوفق مظهرها للتلاؤم مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن النتيجة تعكس مصالح الاطراف المتحالفة. مفهوم الحرب، يعني أنا أؤمن بمقولة أن الحرب لا تبني سوى القبور، مع أنه هي امتداد للسياسة، والسياسة هي جزء من تنظيم عالمنا، ولكنها الجزء الأكثر قساوة وبشاعة وآثارها مدمرة على المجتمعات وعلى المجتمع البشري بشكل عام. وإحنا لاحظنا كمجتمع عراقي عانى الكثير من قساوة الحروب بأشكالها المختلفة، ماذا تنتج من هدر للموارد، هدر للحياة البشرية، أيضا تقضي على القيم الجيدة والإيجابية بالمجتمع وتظهر الجوانب السلبية، تضعف المعنويات، تضعف الأخلاق والقيم، تسبب البطالة. كل المظاهر السلبية احنا اللي عايشناها شفناها في واقعنا العراقي. بالتأكيد المجتمع البشري بشكل عام عانى من الحروب كثيرا، خصوصا الحربين العالميتين اللي دمرت معظم أجزاء أوروبا. كذلك كان هناك إضافة للأديان الأخرى كانت معاداة أيضا للعلمانية ومفضل للمرأة أو تضييق الخناق عليها. أخوان كما حصل في الموصل، يمكن أخو أهل الموصل موجودين. الفتوى التي كنا في الموصل، الفتوى التي أصدرها داعش أيضا حضرت، كان عندنا السفير أو أحد سفراء يمكن دولة فلسطين أيضا، نشكر كان حضوره. المهم نشكر جميع الحضور، أشكر السادة المحور القبلي، المحور الأول أيضا بما قدموا من يعني مواضيع قيمة، كما أشكر زملائي معي في المحور الثاني أيضا. أخوان أنا أبدأ محاضرتي هي أهمية الثورة الذهنية الديمقراطية في العراق. مثل تعريف الديمقراطية هي ليست شعار يرفع أو ينادي بالحرية والمساواة والعدالة فقط، إنما الديمقراطية أسلوب حياة يتجذر في سلوك كل شخص، وينعكس بالتالي وإنما الديمقراطية أسلوب حياة يتجذر في تحديد مصيرهم. تتعرض سيادة العراق وجنوب كردستان للخطر وللتهديد، كما إن عدمت الثقة بين الشعب والسلطة. وفي مثل هذه الوضع لابد من بديل معاصر وطني وديمقراطي. ونرى أن المرحلة التي حلت في العراق بعد 2003 حتى الآن
هي مرحلة جديدة لتاريخ دموي تتمثل في فرض مفاهيم ونماذج مثل الدولة القومية، الدولة الدينية، الدولة المذهبية، ونرى أن الأمة الديمقراطية هي البديل الوحيد لها. وعلى العراقيين وضع حد لهذا الوضع المزري الذي صار قرنا من الزمان. لقد كان هذا الوضع مصطنعا وليس وضعا قدريا، والعراقيون لديهم ما يكفي من القوة لحل هذه المعضلة وتغيير الوضع. لا ينبغي لنا أن ننتظر حلولا سحريا، بل علينا إعادة الأمل إلى العراقيين لأجل بناء مستقبل مشرق. الدكتور حكيم عبد الكريم. والله جمعية القرآن استحضرنا اليوم صوت جهور وواضح. مع السيد ماهر الفيلة ذيع الاسم باله ذيع الاسم. ايه نيابة عن الاستاذ ماهر السيد ماهر الفيلة. موجود شمس. كيف؟ شمسك موجود. شمس النجاح. تفضل السيدة. شكرا جزيلا. شكرا شيخ. طبعا شروق. وإلى المحامي آزاد عبدال كريت. مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار الكردي العربي المنعقد في بغداد بدعوة من أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي وتحت شعار نحو حوار عربي كردي ناجح، وبالتعاون مع مؤسسة ستاندرد والجمعية الحرة للكردفيين العراقية ومنظمة أبناء سنجار الإنسانية ومجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي. تم عقد المؤتمر العلمي المخصص على الحوار العربي الكردي وسبل تعزيزه يوم السبت الموافق 11 من شهر كانون الأول من عام 2021 في مدينة بغداد، وذلك بحضور أكثر من 100 مندوب من إقليم كردستان وبغداد وباقي المحافظات الأخرى في العراق. وقد ضم المؤتمر ممثلين عن كل المكونات القومية والدينية والإثنية ومن مختلف العقائد والتوجهات السياسية. وقد ابتدأت أعمال المؤتمر بعزف النشيد الوطني ومن ثم دعوة الحضور للوقوف دقيقة الصمت على أرواح الشهداء، وبعد ذلك ألقى المحامي الشيخ رحيم الساعدي كلمة الافتتاح، ثم تليت كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها الأستاذ ماهر الفيلي، وتم تقديم كلمات لبعض المؤسسات والمنظمات المتبنية للمؤتمر. وقد كانت أعمال المؤتمر على محورين، تضمن كل محور عدد من الأوراق، وفي أجواء من النقاش الحر تم تقديم عدد من المطالعات والملاحظات والردود عليها من قبل الأساتذة المحاضرين والمحاضرات. لقد عقدنا مؤتمرنا هذا في مرحلة تاريخية مهمة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط التي تدور فيها الصراعات والتناقضات للسيطرة على مقدرات شعوب المنطقة من قبل الدول ذات النفوذ والمشاريع التوسعية. إن انعقاد مؤتمرنا في بغداد عاصمة السلام والتعايش السلمي إنما يدل على أنه انعقد بهدف إنتاج حوارات بناءة بين مكونات العراق المختلفة.